بيبدأ الفيلم مع بطلنا وهو بيضرب كل الرجالة اللي حواليه، وفجأة بتصله رسالة من مراته بتقوله فيها انها بتتمنى الطفلة اللي معاه تكون بخير. وعلشان نعرف الأحداث وصلت لهنا ازاي بنرجع لورا شوية وبنشوف البطل ومراته وهي بتطلب منه انه يعتني ببنت صاحبتها علشان هتسافر معاها الجزيرة حوالي 3 أسابيع. وبيقعد يسأل البنت عندها كام سنة، فبتقوله انها عندها 17 سنة. فبيقول انها مش هترتاح معاه بنفس البيت، وبيسأل ليه ما تكونش مع باباها، وبتقوله انها مطلقة وما بتتواصلش مع جوزها من مدة كبيرة. ومراته بتحطه تحت الأمر الواقع، بيوصلهم المطار وبيسافروا، وبتكون مراته فرحانة جدا. وبعدها بتبدأ مهمة الاهتمام بالبنت، وأول حاجة بيعملها إنه بيروح ياخدها من المدرسة بتاعتها، وبتكون جايبة معاها صاحبتها وبتطلب إنها تنام عندها. وهو فعلا ما بيصدق طلبها، وبيقول لها إنه لو حصل أي حاجة معاك اتصلي بيا. ولكن هي بتتصل فيه بوقت متأخر جدا وبتقوله تعالى خدني من المكان اللي أنا فيه. وفعلا بيروح لها، ولما بيصل عندها بيلاقيها قاعدة مع زميلها اللي بيسيبهم لوحدهم أول ما بيجي البطل. ولما بيروح زميلها بتفضل قاعدة على الموبايل، وبتصلها رسالة بتخليها تغير رأيها وتقول للبطل خلاص أنا مش هروح معاك وهكمل السهرة مع صحابي. ولكن هو ما بيكونش مطمن أبدا لصحابها دول، وفعلا بيكون إحساسه بمحله، لأنه زميلها بيكون بيضحك عليها وبيستغل إنها معجبة بيه وبيستدرجها علشان تشتغل معاهم بتجارة البنات. ولما بتحاول البنت إنها تغصبها وتضربها على الشغل معاهم بيظهر هو وبينقذها، وبيضرب كل صحابها اللي كانوا عايزين يأذوها. وتاني يوم بالليل بتطلب يونجي إنهم يطلعوا يتعشوا مع بعض، وهم مروحين بالطريق ويوقفهم شرطي وبيقول لهم إنه حصلت جريمة طعن 5 طلاب في مرحلة الثانوية في حلبة التزلج، وبيكونوا نفسهم هم ال5 طلاب اللي خطفوا يونجي وكانوا عايزين إنها تشتغل معاهم. وبيسأل الشرطي البطل لو كان بيمر من الشارع ده دايما، وبيكون شاكك فيه إنه هو اللي قتلهم. ولكن البطل بيروح وبيفضل يدور بالقضية لأنه مش هو اللي قتلهم. وتاني يوم الصبح بيجي الشرطي على بيت البطل وبيفضل يلمح إنه هو اللي قتلهم، وبيقول له إنه يونجي بنت كانت دايما بتتعرض للتنمر بالمدرسة، وهي مرتبطة بكل جرائم العنف اللي زمايلها كانوا بيعملوه عليها، وإنها زميلة واحد من المقتولين وهو اللي كانت معجبة بيه. ولكن بيصرفوا البطل بطريقته، ولما بتسأله يونجي لو كان شايفها نفس زمايلها فبيسرح في ملامحها الحزينة وهو بيفتكر نفسه لما واحدة طلبت منه إنه يقتلها. وهنا بنعرف إنه هو قاتل مأجور. كان آخر طلب من البنت اللي كانت عايزة إنه يقتلها هو إنه يحضنها. وتعرف إيه الإحساس ده لأنها كانت دايما وحيدة، وفعلا بيحضنها وبتكون سعيدة جدا وهي بتطبطب عليه وبتقوله إنه كل حاجة هتكون بخير. وكان دايما بيسأل نفسه إيه الإحساس اللي ممكن يوصل الإنسان للدرجة دي، وبيخرج من ذكرياته على اتصال نفس البنت اللي كانت بتهددها وبتطلب منها إنها تجيب الراجل اللي بيحميها، وبتبعت لها العنوان، وبتكون هي اللي قتل صحابها اللي كانوا معاها. لكنها تتهم بطلنا لأنها معاها بصماته على السكينة اللي خدتها منه وهو بيضربهم. وفعلا البطل بيحضر نفسه وبياخد أسلحته وبيعطي يونجي سوارة علشان تلبسها، وبيوصل مكان العصابة وبيفضل يعذب الراجل وهو بيطلب السكينة اللي عليها بصماته، وبيحصل خناقة ما بينهم وضرب نار. ولما بيرجع البيت بيلاقيه مقلوب، وبيلاقي ناس خطفت يونجي، ولكن بيعرف مكانها بسرعة من الأسورة بتاعتها وبيلحقها على العنوان. ولكن بتكون البنت كشفت موضوع الأسورة وخدتها من يونجي، ووقتها البطل بيمسكها وبيعذبها علشان تعترف على العصابة، وبتقوله فعلا انهم بيشتغلوا كده وبيشغلوا البنات اللي هاربين من البيوت او اللي ملهمش اي بيت علشان يقدروا يصرفوا على نفسهم. وبيسأل البطل ليه اختارت يونجي وهي ليها اهل قادرين انهم يصرفوا عليها، فبتقوله انه تم اختيارها بالاسم، ولكن ما بتكونش عارفة مين اللي اختارها، وانه بس الزعيم عارف مين اللي اختارها بالاسم. وبيسألها وقتها عن مكانها وبترفض انها تقول لحد ما بيطعنها برجلها، وقتها من الألم بتقوله مكانها فين. وأول ما البطل بيروح من المكان وبتدخل الشرطة عليه بيلاقوا البنت مطعونة في أماكن كتيرة جدا من جسمها وميتة. ولما بيوصل البطل المكان اللي قالت له عليه بيضرب كل الرجالة اللي موجودين، وده المشهد اللي بدأنا فيه الفيلم. وبعد ما بيقضي على كل الرجالة بيظهر المدير وقتها وبيقوله إنه هو الوحيد اللي عارف مكان يونجي فين، وإنه بسببه المدير الكبير بتاعهم خسر كتير قوي بالتجارة بتاعته، وعلشان كده هو مش هيقدر يقوله مكان البنت فين ولا هيقدر البطل إنه يقتله. وبيقوله المدير على مكان علشان يكون فيه الصبح. وبعد كده بيبدأوا إنهم يضربوا في بعض، ولكن بيقدر البطل إنه يخرج منها. وأول ما بيخرجوا من المكان بيلاقي الشرطي قدامه وبيهدده علشان يجي معاه نفس المكان اللي قاله المدير.
وفعلا الشرطي بيسمع كلامه وبيروح معاه المكان وبيضرب كل الرجالة علشان ينقذ البنت، وبينقذها فعلا منهم. وبيبدأ وقتها البطل انه يهدد الشرطي وبيقول له انه معاه دليل على فساده، فإما يتعاون معاه ويقضي على العصابة يا إما يفضحوا بين زمايله الشرطيين كلهم. وبعد كده بينتقلوا على المستشفى علشان يطمنوا على البنت، ولما بتفوق بتطلب من البطل انه ما يسيبهاش لوحدها علشان مش بتحب انها تكون وحيدة، وبيسمع كلامها البطل وبيفضل معاها لحد ما بيوصل الشرطي. وبيسأل الشرطي البطل هو عارف ازاي انه مشترك معاهم بالجرايم، فبيقول له البطل انه شاف جثة البنت بالسيارة بتاعته وانه قتلها علشان ما تقولش للشرطة على اي حاجة، وكان عايز انه يحرقها ويحرق كل الأدلة في المحرقة، وبيعرض عليه فلوس علشان يساعده. وبعدها بيروح البطل لصاحبه علشان يطلب منه مسدس متطور وكاتم للصوت علشان العملية الجديدة بتاعته. وبعدها مراته بتتصل فيه علشان تطمن عليه وعلى يونجي. وبعدها الشرطي بيقول له انه وصل لمكان واحد من العصابة، وبيوصل البطل للمكان وبياخد من الراجل معلومات، وبتكون واحدة متورطة معاهم اسمها الأم الخنزيرة، وإنها هي بتظبط البنات وبتلبسهم لراجل، وبيكون هو قاضي ومنصبه كبير جدا في كوريا، وإنه بدأت التجارة بالبنات تتوسع وأصبح في تبادل البنات ما بين كوريا وروسيا. وبعد ما بياخد منه كل المعلومات بيقتله، وبيستلم البطل السلاح اللي طلبه من صاحبه، وبيكون سلاح فتاك وقوي جدا. وبيتصل الشرطي في البطل وبيقول له إن البنت يونجي اللي معاها ما بتكونش مامتها، وبتكون مرات باباها اللي بيكون متوفي من 3 سنين، وإنه القاضي اللي سأل عنه فهو بيكون رئيس قضاة من عيلة غنية جدا وليه تأثير سياسي قوي جدا. وبيوصل بعدها البطل لبيت القائد اللي بيكون وقتها عامل حفلة وخرب الدنيا، وبيبدأ يقتل فيهم واحد واحد لحد ما الشرطي القذر بيمسكه وبيوصله للقائد بتاعهم. ودي بتكون خطة ما بين البطل والشرطي علشان يقدر يوصل للقائد، وبيبدأوا كلهم يضربوا في بعض، وبيقتل بعدها البطل الشرطي لأنه كان إنسان قذر وبيتاجر بالبنات، وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما البطل بيقدر يقضي عليهم كلهم. وبيوصل البطل للقاضي وبيقعد يقول القاضي إنه هو شخص سياسي قوي جدا، وإنه اتصال منه بيقدر يعمل كل حاجة للبطل هو عايزها، ولكن البطل ما بيكونش عايز أي حاجة غير إنه يوصل للشخص اللي طلب يونجي بالاسم. والصدمة بقى إنها بتكون مرات باباها هي السبب، وهي نفسها الأم الخنزيرة اللي بتجيب البنات للرجالة، وفي مرة اتقبض عليها وخسرت وقتها كل حاجة، وده السبب اللي خلاها تعمل كده في بنت جوزها. وبعد كده بيقتل البطل القاضي، وبنروح لمرات البطل وصاحبتها اللي بتكون هي نفسها الأم الخنزيرة، وبيمسكها وقتها البطل وبيسألها هي ليه قربت من مراته، وإنه بيكون حساس جدا لما الموضوع بيمس مراته، فبتقول إنه شخص غني جدا وهي بتعمل كل ده علشان الفلوس. والبطل ما بيضيعش وقت وزيها زي اللي قبلها بيقتلها، وبيقول إنه هيفضل يعتني بيونجي، وبيرجع لمراته اللي بتكون هي نفسها البنت اللي طلبت إنه يقتلها زمان. وبكده بيكون البطل قدر إنه يوفي بوعده لمراته وحمى يونجي من العصابة. وبس كده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش إنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.